السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سير ستايل. وحشتوني جدا في الاجازه اللي فاتت دي، وكل عام وانتم بالف خير. طبعا رمضان على الابواب، هنعمل مع بعض الديكور ده النهارده، بيعطي بهجه وجمال جدا في البيت، بالذات لو عندك اطفال هيعجبهم قوي قوي، وشكله حلو قوي في البيت لو جالك ضيوف وكده. ان شاء الله هيكون سهل، ويلا نبدا. اول حاجه انا طبعت كده شويه صور لرمضان، اشكال كتير يعني. هنزل لكم طبعا الاشكال اللي انا عملتها، وكل الاشكال اللي عندي ديت هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. فانا نقيت منها كده الاشكال اللي عجبتني عشان استخدمها. هجيب بقى الصور اللي عجبتني دي وابدا اقص الاطار بتاع الورقه بتاعتي، عشان ما تبانش انها يعني ورقه مطبوعه، لا تبان ان هي ايه، كانها تابلو محطوط عادي. هتشيلي كل الزيادات اللي هي باللون الابيض دي، نشيلها خالص ونسيب الصوره بس. انا هطبق لكم كده على حاجه منهم، وطبعا كله هنفذه بنفس الشكل. النهارده هوريكم تكنيكين نشتغل بيهم. طبعا انا عملت معاكم قبل كده تابلوهات، هوريكم النهارده طريقتين مختلفين. هنجيب بقى الكرتونه. هتجيبي كرتونه، قطعه كرتون واحده، ما تعمليش على الظهر بتاعها، لا تعملي على الوش بتاع الكرتونه، لان الظهر لو عملت عليه الديكوباج بتاعنا دوت هيبين بعد كده الخطوط بتاعه الكرتونه. لا، انت تعملي على اللي هو الوش بتاعها مش الظهر. هاجي على الجوانب بتاعتها وادهن عليها اي ورق خفيف موجود عندي على الجوانب دي، علشان ايه، ما يبانش منها فتحات الكرتون. لو ما انتش مش عايزه تلزقي عليها كده، ممكن تبقي تعملي عليها ايه، شريط من الفوم او اي حاجه تداري بيها. هعمل على الجنب كده انا اي ورق خفيف خالص بالشكل ده على كل الجوانب بقى. ليه تقولوا لي بقى انا عملت المره دي قطعه كرتون واحده مش اتنين؟ لان المره اللي فاتت انا كنت هعلق التابلوهات بمسمار على الحيطه، لان اماكنها هتبقى ثابته، يعني التابلوهات دي هتبقى ثابته في المكان ده، فعادي ان انا ادق لها مسمار. لكن المره دي ديكورات لرمضان بس، فمفيش داعي ان انا هدق مسامير لكل التابلوهات دي، وهي اصلا في حين ان انا هشيلها بعد رمضان. فبس مجرد ان انا هلزقها في الاخر باللي هو السوليتيب او دبل فيس من الظهر او اي حاجه، علشان دي حاجه مش دايمه على الحيطه، يعني شويه وهشيلها. بعد كده جبت دهان البلاستيك بتاعي ودهنت القطعه كلها باللون الابيض، علشان لو لزقت اي صوره بعد كده الصوره تبان. لو انت مش عايزه تدهني والكلام ده كله، يبقى هتعملي التابلوهات بتاعتك على ورق نصيبيان. هتجيبي نصيبيان من المكتبه، هو بيبقى لونه ابيض اصلا وسمكه بيبقى تخين شويه، يعني شبه الكرتون حبه برضو. فعادي ممكن تجيبي تطبعي الصور وتعمليها على نصيبيان على طول، يعني اختاري المناسب ليكي واعمليه. انا طبعا عشان عندي الكرتون والدهان اكيد، يعني عادي استخدمته. هجيب برضو الورنيش المائي بتاعي بقى، وهوريلكم دي الطريقه الاولانيه اللي هنلزق بيها الصوره، وهعمل لكم بعدها طريقه تانية. قصيت الكرتونه طبعا، جبت الورنيش المائي قصدي سوري، عملت طبقه خفيفه على طرف الكرتونه، يعني على الطرف بس، مش هعمل عليها كلها مره واحده، لا هعمل على الطرف بس، وبعدين احط جزء من الصوره واعمل على المكان اللي انا عملته تحت، يعني جزء صغير بجزء صغير، علشان تتاكدي ان كل الهواء خرج من تحت الصوره، فتبان ان هي مطبوعه على الورقه، ما تبانش ان هي فيها فراغات هواء من تحت كده. لا، انت هنعملها جزء جزء ونطلع كل الهواء بالشكل ده، تخرجيه ناحيه الاتجاه الفاضي، يعني تخرجي كده بالفرشه كل الجوانب علشان تخرجي كل الهواء. هي سهله جدا يعني، بس انا بحاول اوضحها لكم اكتر عشان تفهموها احسن يعني. بس كده انا بعمل جزء جزء اهو، ولو لقيتي جزء فيه هوا ممكن تشيليه تاني، هو بيبقى لسه طري يعني، ممكن ترفعي الورقه تاني وترجعي تظبطي مكانها عشان تتاكدي بس ان مفيش اي هوا. وهبدا اكملها كلها بنفس الطريقه، احط ورنيش مائي من تحت وبعدين الورقه، وبعدين اعملها بالورنيش المائي من فوق، واعمل على الجوانب كده عشان اي هوا موجود يخرج. بس كده، هو ده مجمل الطريقه يعني. وتسيبيها خالص لحد ما تنشف. بعد ما تنشف كل الورنيش المائي اللي على الوش ده بيكون شفاف. الطريقه التانية ان انا هجيب الكرتونه واعمل عليها طبقه كويسه من الورنيش المائي، هي دي الطبقه الاساسيه بتاعتك، هتعمليها على الكرتونه كلها وتسيبيها تنشف. كده الكرتونه بتاعتي نشفت خالص، والورنيش باين شفاف عليها خالص، انا عامله على الاتنين دول. هتجيبي بقى الرسمه بتاعتك وتحطيها فوق الكرتونه كده برضو، وتظبطي مكانها. طبعا هي ناشفه، الورقه ما بتلزقش ولا اي حاجه، فانت بتظبطي مكانها براحتك خالص، يعني مفيش اي مشكله، تظبطيها وتشيليها وتحطيها عادي براحتك. بعد كده جبت ورق زبده تجيبيه من المكتبه، هتحطي الطبقه اللي بتلمع الناعمه دي، هي اللي تتحط على الصوره بتاعتك علشان الصوره ما تلزقش في الورقه الزبده بتاعتنا. وبعدين نجيب المكوه ونمشيها على الرسمه بتاعتنا.
الفكره كلها ان الورنيش المائي لما بتمشي عليه الحراره هيسيح تاني، فانا هعمل عليه الحراره فهيبدا يسيح تاني ويلزق في الورقه بتاعتي بس كده. وابدا اشيل ورقه الزبده بتاعتي بالراحه خالص كده، وانا بس بحاول امشي ايدي عليها عشان اتاكد بس ان كلها ثابته في مكانها وخلاص. هي كده خلاص خلصت معايا وسهله جدا، وهتلاقي ما فيهاش اي فراغات ولا اي حاجه، وشكلها جميل برضو وحلوه يعني. انا عملت بقى طبعا منهم الاشكال الكتير دي، شكلها حلو قوي يا جماعه والله العظيم، يعني جربوها هتعجبكم قوي ان شاء الله. الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.